السلام عليكم ورحمة الله. طلاب ثالثة ثانوي هنراجع مع بعض دلوقتي درس أو lesson 2 يعني في الكتاب معاكم أو lecture 2. الليكتشر دي كان بتتكلم عن حاجة اسمها resistance. كنا عايزين نعرف تقريبا 5 معلومات عن resistance. أول معلومة، يعني إيه resistance أصلا؟ resistance معناها opposition to the current. يبقى الديفينيشن بتاعها إنها opposition to the current. يعني إيه opposition to the current؟ مواجهة للكهرباء، يعني بتعطل الكهرباء وهي ماشيه، وده ليه فوائد هنشوفها كمان شويه. تاني حاجه عايزين نعرف عن الريزيستنس، ايه هي الاضرار والفوائد بتاعتها. او الاول خلينا نقول ايه السبب بتاعها. هو الريزيستنس لو انا عايز ابطئ عربيه احط مطب. طب لو انا عايز ابطئ كارنت هعمل له ايه؟ هعمل له فريكشن، احتكاك. يعني السبب الاساسي للريزيستنس او لسخونه الاسلاك ان بيكون في شويه الكترونز هنا وهنا موليكيولز، فالالكترونز وهي معديه بتعمل احتكاك مع الموليكيولز فالسلك يسخن، ده بنسميه ريزيستنس. يبقى سبب الريزيستنس الفريكشن. ثالث معلومه نبقى عارفينها، هل الريزيستنس دي الافكتس بتاعتها، التاثيرات بتاعتها ديزايربل ولا انديزايربل؟ بصراحه الاثنين. ديزايربل زي ايه؟ امتى تبقى مفيده بالنسبه لي الريزيستنس دي؟ لو انا عايز الجهاز يطلع حراره زي المكوى والدفايه، ماشي، او دي حاجه حلوه، انا اصلا عايز ده، عايز الحراره تبقى موجوده في الجهاز. يعني المكوى مثلا حاطين جوه سلك رفيع كده تحت البتاع الحديد دي، حاطين سلك رفيع خالص جوه عشان الكهرباء تمشي جواه فيحصل احتكاك عالي قوي فتسخن اكتر، فانا عايز السخونه في الحاله دي. والحاجه الثانيه المفيده ان انا امنع الاجهزه ان يحصل لها بيرن. في اجهزه لو ما فيهاش ريزيستنس الكهرباء تخش لها بسرعه كبيره جدا، احنا عايزين ريزيستنس تعمل فريكشن كده معاها فتخلي الكهرباء تمشي بالراحه. يبقى دي الفوائد بالنسبه لي، تمنع الجهاز انه يتحرق او تخلي الحراره تزيد في الاجهزه اللي انا عايز فيها حراره. او تكون حاجات undesirable زي ايه؟ زي ان جزء من الالكتريك انرجي يتحول الى الهيت انرجي، الكتريك انرجي يتحول لهيت انرجي، فده يعتبر انرجي لوست، يعني فقد في الطاقه. دي حاجه وحشه بالنسبه لي، يعني زي المروحه لما تسخن، ثلاجه لما تسخن من الجنب، اي حاجه تسخن دي طاقه مهدره انا بدفع فلوسها، فاذا دي بالنسبه لي حاجه وحشه. دي الحاجه الوحيده بس اللي وحشه، بس عامه الريزيستنس مهم. رابع حاجه عن الريزيستنس انواعها. انواع الريزيستنس في منها فيكسد ريزيستنس، بنرسمها كده ريزيستنس ثابته وهنتكلم عنها بالتفصيل الفتره الجايه. وفي نوع تاني من الريزيستنس اسمه فاريبل ريزيستنس او بنسميه ريوستات، ده اسم التاني بتاعه. ايه الريوستات ده؟ ده جهاز كده بنقعد نحرك البكره او نحرك سلايدر، حاجه معينه كده بنحركها بنغير قيمه الريزيستنس. الرمز بتاعه حاجه زي كده وعليها سهم، يبقى السهم ده معناه بيتغير، اي حاجه عليها سهم معناه انها حاجه متغيره. الحاجه الخامسه اللي عايزين نعرفها عن الريزيستنس اليونت بتاعتها. الريزيستنس ممكن نقول 5 اوم، ده شكل الاوم اهو، ده اختصار كلمه اوم. 6 اوم، 7 اوم، يبقى اليونت بتاعت الريزيستنس هي الاوم. ده كان ملخص سريع للنظري. بعد كده دخلنا على المسائل. تعالى بقى نشوف القوانين اللي احنا خدناها. خدنا اول قانون بيقول ان الريزيستنس بتساوي رو اي ال على ايه، ده كان اول قانون. في طريقتين لحفظ القانون ده. الطريقه الاولى انك تجيب الاريا جنب الريزيستنس، يبقى ار اي بيساوي رو اي ال، واللي انت عايزه تنزل اللي جنبه تحت. يعني انت لو عايز الاريا نزل الار هنا يجيب لك قانون الاريا، يبقى رو اي ال على ار. او لو انت عايز الرو اي هيبقى ار اي على ال، وهكذا. يا اما تعملها في شكل مربع، ان الار بتساوي رو اي ال على ايه، وبرضو اللي انت عايزه اللي جنبه هينزل تحت. يعني انت لو عايز تحسب الار فهتساوي رو اي ال على ايه. طب لو انا عايز احسب الرو اي، لو عايز تحسب الرو اي فال هي اللي تتكتب تحت، يبقى الرو اي بيساوي ار اي على ال. يعني انت لو عايز تحسب الرو اي يبقى ار اي على ال، طب لو عايز احسب ال يبقى ار اي على رو اي. يعني الحاجه اللي انت مخبيها دي اللي جنبها بيتكتب تحت. طب لو انا عايز الاريا يبقى رو اي ال على ار، الار هي بتتكتب تحت، الحاجه اللي بتخبيها هي اللي جنبها بيتكتب تحت. ماشي، يبقى كده حفظنا القانون بتاع الريزيستنس. طبعا واضح من هنا ان الريزيستنس دايركت مع الحاجات اللي فوق وانفرس مع الاريا. يعني ده معناه لو انا عندي سلكين مثلا، سلك رفيع كده وطويل وسلك التاني تخين،
مين فيهم عنده ريزيستنس اكتر؟ ريزيستنس يعني مقاومه، يعني مضايقه. مين فيهم الكرنت ما هو ماشي جواه بيتضايق؟ اكيد ده عنده ريزيستنس اكبر، وده عنده ريزيستنس اقل. طب لو سالتك مين عنده كرنت اكبر مين عنده كرنت اقل، اكيد ده عنده كرنت اقل، لان الار عكس الكرنت. ماشي. في كمان حاجه تانية مهمه قوي اسمها الريزستيفيتي، ودي عايزين نعرف عنها 3 معلومات. اول معلومه عن الريزستيفيتي، او 4 معلومات كمان. اول معلومه اسمها ريزستيفيتي، وليها اسم تاني اسمه سبيسيفيك ريزيستنس. تاني حاجه القانون بتاعها نقدر نجيبه من هنا، الرو اي كاتبينه اصلا ار اي على ال، احفظها يا سيدي كانها رول. ماشي. تالت حاجه اليونت بتاعتها، الريزيستنس بالاوم، الاريا بالمتر سكوير، اللينث بالمتر. طير متر مع متر هيدينا اوم باي متر، يبقى دي اليونت بتاعت الريزستيفيتي. رقم 4 هي بتتأثر بإيه؟ بتتأثر بحاجتين فقط، التايب والتمبريتشر. يعني بتتأثر بالنوع ودرجة الحرارة. بمعنى الريزستيفيتي عمرها ما تتغير إلا إذا غيرت نوع المادة. يعني عندي حديد، عندي كبر، متر طوله، سلك طوله متر من الكبر، وسلك طوله 100 متر من الكبر، الاثنين دول عندهم نفس الريزستيفيتي، عشان ده اسمه كبر ده اسمه كبر. طالما نفس نوع المادة يبقى الريزستيفيتي تفضل ثابته. ولكن الريزيستنس هي اللي بتتاثر باللينث والاريا. يعني ايه؟ يعني لو رسمت لك رسمه فيها علاقه بين الريزستيفيتي واللينث، يبقى الريزستيفيتي ثابته مهما الطول زاد. يعني انا اسمي محمود، لو تخنت او طولت او قصرت محمود برضه. فلو الكبر اطول اقصر يبقى عنده نفس الريزستيفيتي. الريزستيفيتي مش هتتغير الا اذا غيرت نوع الماده نفسها، ولو زودت اللينث او الاريا او اي حاجه من الحاجات دي هتلاقي الريزستيفيتي تفضل ثابته. في حاجه تانية اسمها كوندكتيفيتي. يعني الكوندكتيفيتي برضو عايزين نعرف عنها 4 معلومات. اول حاجه ده الرمز بتاعها اسمها كوندكتيفيتي. ماشي يا سيدي. تاني حاجه القانون بتاعها ان الكوندكتيفيتي عكس الريزستيفيتي، يا اما تكتب 1 على رو اي، يا اما تعكس القانون بتاع الرو اي اللي هو ال على ار اي. مش الرو اي كان بيساوي ار اي على ال، ممكن الكوندكتيفيتي تبقى ال على ار اي. تالت معلومه اليونت بتاعتها نفس اليونت بتاعت الثانيه بس عليها باور نيجاتيف 1، او ممكن نكتبها كده 1 اوفر اوم باي متر، وفي ناس بيسموا ده سايمون، فممكن نكتبه سايمون باي متر باور نيجاتيف 1. دي اليونت بتاعت الكوندكتيفيتي. رابع حاجه عايزين نعرفها عن الكوندكتيفيتي، قلنا اليونت، وقلنا كمان اللي بتاثر بايه. بتتاثر بايه بقى الكوندكتيفيتي دي؟ افكتد باي حاجتين برضو، التايب والتمبريتشر. يعني الكوندكتيفيتي عمرها ما تتغير الا اذا غيرت حاجه من الاثنين دول. يعني لو انا رسمت رسمه دلوقتي ما بين الكوندكتيفيتي والاريا او اللينث، هيفضل الكوندكتيفيتي ثابته، بتتاثر بس بالتايب والتمبريتشر. ماشي يا سيدي. بعد كده خدنا اومز لو. اومز لو ده كان بيقول انه بيجمع 3 حاجات مع بعض، الفي والاي والار. يعني من الاخر الفي ايكوال اي ار. الفي بيتقاس بالفولت اللي هو البوتنشال ديفرنس، والريزيستنس بالاوم، وطبعا الكرنت انتنسيتي بالامبير. طيب وخد بالك ان الاي والار دول انفرس مع بعض، بس انفرس من طرف واحد. يعني الار لو زادت الاي تقل، والار لو قلت الاي تزيد. ولكن الاي لو زادت الار تفضل ثابته، والاي لو قلت الار تفضل ثابته. يعني الار بتاثر على الاي بس مش بتتاثر بيها. ماشي. ده كان ملخص سريع للنظري والمسائل. تعالى بقى نروح نشوف التريكس بتاعه الدرس ده، نرجع لها كده. بص يا سيدي، اول تريكايه طبعا قلناها يعتبر ار اي بتساوي رو اي على ال، رو اي ال. لو انت عايز اي واحد فيهم نزل اللي جنبه تحت يجيب لك القانون. يعني انت مثلا عايز الاريا، هتنزل الار تحت الاثنين اللي هناك دول يجيب لك القانون بتاع الاريا. بعد كده كان عندنا مثلثين مهمين جدا من ثانيه ثانوي، الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، او الفوليوم بيساوي اريا باي لينث. واثبتنا القوانين دي لو فاكرين، بس برضه نقولها تاني بسرعه. احنا اتفقنا ان الريزيستنس بتساوي رو اي ال على ايه. لو انت عملت ملتبلاي ال فوق وتحت هيطلع لك القانون ده، هيبقى رو اي وال باي ال بال باور 2 على اريا باي لينث اللي هو بيدي فوليوم. فكده رو اي ال باور 2 على الفوليوم. وممكن نشيل الفوليوم ده نكتب مكانه ماس على دنستي، فيبقى عندي ماس وتحتيها دنستي، فالدنستي تطلع فوق. لو عايز نصيحتي ادي القانونين اهم، ممكن تحفظهم براحتك او تستنتجهم زي ما انا استنتجتهم. استنتاج تاني ان الريزيستنس رو اي ال على ايه، بس المره دي هضرب في الاريا فوق وتحت.
لو ضربت في الاريا فوق وتحت هيديني الريزستيفيتي باي الفوليوم اوفر الاريا باور 2، وممكن اشيل الفوليوم واكتب مكانه ماس اوفر دينستي يديني القانونين التانيين دول. طيب بستخدم ده امتى وده امتى؟ ده لو في فوليوم ولينث، ده لو في اريا وفوليوم، يعني فوليوم ولينث وهنا فوليوم واريا. هنا لو في ماس ولينث، هنا لو في ماس واريا، حسب السؤال لما تقراه. التركه اللي بعدها في قانون مهم جدا للريديوس في طرف لوحده لازم تحفظه. الريديوس بيساوي سكوير روت رو اي ال على باي ار. اثباته سهل جدا بس احفظه على طول احسن. مسائل المقارنه لما تيجي تجيب ار1 على ار2 رو اي 1 رو اي 2 ال1 ال2، بس الاريا بتبقى اريا 2 على اريا 1 عشان القانون فيه الاريا مكتوبه تحت رو اي ال على ايه. وخلي بالك لو شلت الاريا تحط مكانها الريديوس بس عليه باور 2. وخلي بالك ممكن استخدم اي قانون من القوانين، يعني ممكن اجي اضطر ان انا استخدم القانون ده مثلا، ده مثلا، فساعتها اقول ايه؟ رو اي 1 رو اي 2 ال1 على ال2 بس عليها باور 2، رو 1 على رو 2 باور 2، بس الماس تبقى ام 2 على ام 1 وهكذا. فممكن استخدم اي قانون فيهم اهو زي ده واعمله 1 2 عادي، اي قانون فيهم. بعد كده ملحوظه رقم 4، لو شفت كلمه ريفورمد او ريشيبد او ستريتشد او كومبريسد، اي كلمه من الكلمات اللي معناها اعاده التشكيل، فالار 1 على ار 2 ليها 4 قوانين: ال 1 على ال 2 باور 2، اريا 2 على اريا 1 باور 2 باور 2، او ار 2 على ار 1 باور 4، او دايمتر 2 على دايمتر 1 برضه باور 4. الاربع قوانين دول كلهم بنستخدمهم في حاله ان هو قال لي كلمه من الكلمات اللي فوق دي. رقم 5، the ratio between diameters is the same ratio between radius. لسه قايل لك ان الراديوس يعتبر هو الدايمتر في الريشيو. لما تيجي تحل مسائل المقارنه في الريزيستنس، يعني مثلا مديلك الريزيستنس القديمه اسمها ار، عايز يعرف الريزيستنس الجديده اسمها كام ار، وتلاقي قال لك مثلا ان اللينث بقى دبل والاريا بقت هاف، هو قال كده في السؤال. فلما تيجي تحسب الريزيستنس الجديده تكتب القانون. بص، اول خطوه كاتب لك تكتب القانون رو اي ال على ايه. تاني خطوه شيل الحاجه الثابته من السؤال. تالت خطوه عوض مكان الحروف ارقام، عوض مكان الحروف ارقام، يعني اللينث دبل يعني احط 2، الاريا هاف تقوم كاتب مكان الاريا هاف وتحسب الكلام ده يطلع لك 4. دي طريقه بنحل بيها المسائل بسرعه شويه. طيب لو عايز تقارن اي حاجه، مش لازم كل مره على فكره اجيب ار1 على ار2. افرض عايز مثلا رو اي 1 على رو اي 2، اقوم جايب القانون بتاع الرو اي اهو من الاول ملحوظه. انا عايز رو اي 1 على رو اي 2 تبقى ار1 على ار2 اريا 1 على اريا 2، بس اللينث يتكتب ال2 على ال1 عشان اللينث مكتوب تحت فلازم يتكتب 2. ملحوظه رقم 8، لو قال لك ان الدايمتر اوف ذا فيرست equal radius of the second، diameter الفيرست بيساوي radius السكند، diameter الدي 1 ده معناه 2r، وطبعا ده اسمه r واحده بس، يبقى 2r1 بتساوي r2، ده معناه ان الr2 هي الكبيره. طيب من الاخر يعني الحاجه اللي جنب كلمه radius هتبقى هي الكبيره، radius of the second. هنا لو قال لي radius of the first يبقى الاول هو الكبير. طيب ما تنساش ان الكوندكتيفيتي والريزستيفيتي دايما ثابتين مهما حصل، هيتغيروا بس لو غيرت التايب او التمبريتشر، والمالتبلاي بتاعهم دايما ب1 عشان هم عكس بعض. وما تنساش ان كلمه سبيسيفيك ريزيستنس بتساوي كلمه ريزستيفيتي. ملحوظه رقم 11 دي مش هقولها، هناخدها لسه في تشابتر 2. رقم 12، الريزيستنس تؤثر ولا تتاثر، يعني زي ما اتفقنا. بص، لو الفي زادت الار ثابت، لو الاي زادت الار ثابت، بس العكس غير صحيح. لو الار زادت الفي تزيد عشان هم دايركت، طب لو الار زادت الاي تقل عشان هم انفرس، بس لو هم زادوا الار تفضل ثابته. تمام. تحويلات مهمه جدا، خدنا الثلاثه دول المره اللي فاتت، المره دي بقى سنتيمتر سكويرد ومليمتر سكويرد لازم تحفظه، ده باي 10 باور نيجاتيف 4 وده باي 10 باور نيجاتيف 6. ترتيب الكرنت عكس ترتيب الار، يعني لو جه قال لك انا عايز اكبر اي دور على اقل ار، والعكس صحيح. لو انت عايز اسوأ سلك او اكتر سلك عنده ريزيستنس، الريزيستنس بتاعته كبيره، دور على اللونج واير والثين واير، سلك طويل ورفيع، والتمبريتشر تكون عاليه جدا سخن يعني. الريزيستنس يبقى اقل حاجه امتى؟ تبقى السلك المريح بالنسبه للكهرباء انها تمشي فيه يكون سلك شورت وثيك، وكمان يكون عنده اقل تمبريتشر. اي حاجه عليها سهم في المنهج عندنا معناه ان حاجه متغيره، وبالتالي الحركه دي معناها ان الباتري متغير، يعني الفولت بيتغير، ده ممكن يحصل. الشكل ده المفروض القانون ده معمول مخصوص عشان يقيس الاريا بتاعت الاشكال اليونيفورم المنتظمه. طب لو جه شكل مش منتظم، على حسب، لو كانت الاريا بتزيد يبقى الريزيستنس بتقل، فهتقول له ان الريزيستنس اقل من القيمه دي. لو كان الاريا بتقل بقى يبقى الريزيستنس بتزيد عشان هم انفرس، فساعتها اقول له اكبر من الرقم ده. طيب لو كان الشكل منتظم يبقى هو القانون ده.
تمام. يبقى الشكل اللي قدامك ده الريزيستنس بتاعته اقل من رو اي ال على ايه. اشمعنى؟ عشان الاريا زادت، اهي الاريا زادت فالريزيستنس قلت. ملحوظه رقم المفروض 18 بس مش مشكله. فاكر المثال بتاع الموبايل كنت بقوله في الحصص كلها تقريبا؟ طلع معاك الموبايل ده وافترضنا انه في الكترون او جسيم صغير هيعدي منه، فاحسن طريق يعدي منه هو الشاشه، لان الشاشه دي يعتبر طريق واسع جدا وهيعدي بسرعه. واسوأ طريق يعدي منه هو المكان الرفيع اللي فيه السوكت بتاع الشحن، اسوأ مكان يعدي منه عشان المكان رفيع وطويل. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، نيجي في المقابل هنا في الرسمه دي، يعني انهي اسوأ مكان يعدي منه؟ 1، لان 1 ده بص بيعدي من البوابه الرفيعه، ده اسوأ طريق. واحسن طريق هنا هو الطريق رقم 3 اللي هو في الوش ده، 2 في 3 اهي، دي البوابه الكبيره. تمام كده الحمد لله خلصنا تيبس اند تريكس ورجعنا مراجعه سريعه. اشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.